يا أهلين، كيفكم؟ اليوم راح أجرب من مكان جديد اسمه واحد كريب، موجود في سوق البلد. طبعا أخذت من عندهم كريب شاورما وبطاطس. طبعا هذا أول مرة أجرب المكان ذا، يعني ما عمري جربت منهم، وأسعارهم الصراحة مقبولة يعني. والمرة الجاية نفسي أجرب لي كريسبي رول حقهم، ممكن يعني يعجبني وكذا. هنا قاعد يجهز الطلب. هنا طبعا بعد ما انتهى، طبعا طول يعني شوية، مو مرة، لكن عبال ما يعني يسوي الطلب. وأخذت البطاطس والكريب، وأخذت معاه كمان من صمدو من مضخ عصير. قلت هذه المرة أبغى أغير، أبغى أجرب لي كوكتيل، لأن دايما لما أجي طلبي واحد، يعني اللي هو إيش اسمه، صمدو. وطبعا الشارع مرة كان زحمة، ما في مكان الصراحة إني حتى إني أصور وآكل في الشارع أو في أي مكان ثاني، فعشان كذا رجعت البيت. هنا قعدت أفتح معاكم الطلب. أول حاجة اللي هو الكوكتيل، وبعدين الشاورما كريب، وآخر شيء اللي هو البطاطس. ما شاء الله الشاورما طلعت معايا مرة، يعني حجمها كبير، فمرة حبيت الصراحة. أنا أتوقع اشتريتها ب15 كأنه، أيوة 15. وهذا البطاطس ما شاء الله، هذا شكله بعد ما فتحته مرة يشهي. وهنا فتحت الشاورما، والله أحس شكليا ممكن حيكون طعمها يعني حلو زي كذا. ما شاء الله حجمها كبير، اللي عجبني فيها إنه حجمها كبير. وجربتها الصراحة عادية يعني. ما حسيت يعني ما فيها طعم مرة شاورما، ممكن كذا أعطيها 7 أو 8 من 10. لكن العصير معروفين مضخة، ما شاء الله عصيراتهم فنانة، مرة لذيذ عجبني. وتوقعت العصير ما حيعجبني، لأنه لو غيرت الطلب، يعني دايما أحب أكون على طلب واحد، ما أحب أغير، يعني خلاص صمده دايما أشتري، دايما أمشي عليه، يعني أخاف أجرب لي صنف تاني ويطلع يعني ما يعجبني. وهنا البطاطس يعني عادي، أعطيه 10 من 10. البطاطس حلو عجبني. أتوقع عليه بس كاتشب ومايونيز. ودحين كونه الإجازة جات وما عندي شيء، اقترحولي يعني أماكن هنا في الطايف يعني أجربها. مفروض أنا اللي أقول لكم أماكن في الطايف، لأنه لنا كم سنة هنا ساكنين في الطايف، بس حرفيا أنا يعني إنسانة بيتوتية جدا وما عندي معارف. فيعني اللي يعرف أماكن كذا حلوة، مطاعم، كافيهات، ممكن يعني إني أجربها. فبس هذه كانت تجربتي لهذا المحل، ومع السلامة.